هنا غطيتها بالستريتش ودخلتها التلاجة. وهنا بدأت افرد العيش بتاعي. بدأت ان انا ارش دقيق واحط عليه العيش وبدأت ان انا افرده. زي ما انتم شايفين بدأت ان انا افرده بالشكل ده. خليته رقيق، مش رقيق قوي لكن خليته رقيق. وده كان اخر قطعة عيش معايا. وهنا عملت كل العيش، فردت كل العيش بتاعي. عندي هنا على البوتاجاز عندي صينية قلبتها وبدأت احط عليها العيش زي ما انتم شايفين، وبعدين قلبته. طبعا انت ما بتسيبوش كتير عشان هيتحرق. انا هنا حطيته 5 ثواني على الجزء ده وبعدين 5 ثواني على الجزء التاني، ما بياخدش معاكي وقت خالص. وهنا طبقته بالشكل ده وحطيته في كيس عشان ما ينشفش لغاية ما اعمل السندوتشات بتاعتي. هنا برضو حمرت بقية العيش بتاعي. وهنا خلاص خلصت العيش. عندي هنا طاسة حطيت فيها زيت وبعدين نزلت فيها بالبطاطس.